اهلا بيكم يا جماعه في فيديو جديد. معاكم فادي لايف ستايل. النهارده اقول لك على كام حاجه كده هتظبط يومك وهتخلي حياتك من 0 ل 180 درجه. ويلا نشوف هنقول ايه النهارده. واول حاجه خلي المنبه بعيد عنك. لو المنبه جنبك هيفضل كل شويه يرن وهتقوم تطفيه وهترجع تنام تاني، وكده هتضيع منك وقت كبير وهتبقى صاحي متاخر وهتبقى مش عارف تعمل ايه ولا ايه. انا رايي تحط المنبه في نفس الاوضه لكن بعيد عنك عشان لما تيجي تروح تطفيه ما ترجعش تنام تاني. ودي اول حاجه ممكن تعملها عشان تبتدي يومك صح. وتاني حاجه نشط جسمك كل يوم. خلاص صحينا وفوقنا نروق على عضلاتنا بقى. نحاول ننزل نجري ربع ساعه او نص ساعه. لو مفيش امكانيه ان احنا ننزل نجري الصبح حاول تلعب اي تمرين في البيت. صدقني الموضوع هيفرق معاك جدا في شكلك وفي صحتك وهتلاقي نفسك نازل فريش جدا من البيت. اي تمرين بقى تسخن بيها عضلات جسمك، حتى 15-20 عدة ضغط تفك بيها جسمك. وتالت حاجة دش ساقع كل يوم. مش عايز اقولك هيحصل ايه لو خدت كل يوم الصبح دش ساقع. اولا بيقلل الاسترس جدا وبيشيل الحبوب اللي في الوش، واهم حاجة بقى بيزود هرمون السعادة. بص بقى الدش الساقع ده ليه فوائد كتير جدا ومحتاج فيديو لوحده، بس لو انت هتعمل الحاجات دي بجد هتديك باور جامد جدا في يومك. ولو انت مش واخد على كده يبقى اعملها بالتدريج احسن. يعني مثلا لو انت بتاخد دش في 5 دقايق خلي اول 3 دقايق ميه دافيه واخر دقيقتين ميه بارده وهتدعيلي. ورابع حاجه اسمع حاجه تحفزك. ايوه زي ما انت سمعت كده، انا عارف ان في ناس هتستغرب من النقطه دي بس جربها وشوف النتيجه. اسمع اغنيه او حتى موسيقى واعمل سيرش على اليوتيوب هتلاقي حاجات كتيره قوي، تفاصيل صغيره جدا لكن بتبان نتائجها مع الوقت. وخامس حاجه الفيتامينات. دخل لجسمك فيتامينات الصبح، ومش معنى انا بقول لك فيتامينات يبقى كبسول او علاج. اللي انا قصدي عليه يبقى طبق فاكهه مشكل، مثلا موز على تفاح على برتقان، حاجه كده تديك باور لجسمك عشان تعرف تشتغل. انا عارف ان في ناس كتيره مش متعوده على النظام ده وانا كنت من الناس دي، لكن الحاجات دي فيها فوائد كتير جدا ما تتعدش. وده مش كلامي، دي كلام دكاتره كتير تغذيه. وسادس حاجه جهز ورقه وقلم وتعالى خلي عندك نوتة واكتب فيها كل اللي انت ناوي تعمله في يومك وتخطط لها. وانا ليه بقول لك هتكتب كل اللي هتعمله في يومك؟ اولا عشان ما تضيعش وقت ملوش لازمه، ولازم تستغل كل دقيقه او كل ساعه في يومك. يعني مش كل يوم صاحبك يتصل بيك يقول لك الو بقول لك ايه ما تيجي ننزل نقعد على القهوه. وانا مش بقول لك ما تخرجش، لكن خصص وقت للخروج او اللي انت تقعد مع اصحابك وباقي وقتك شغل. وسابع حاجه افتكر انجازاتك. وانا مش بقول انجازات يعني تكون حاربت ب 73. كل واحد فينا ليه انجاز معين. يعني في واحد بيسعى لشغلانه معينه يوصل لها، ده انجاز. وفي واحد انجازه انه يجيب عربيه صغيره او شقه يتجوز فيها، او واحد يحوش له شويه فلوس على جنب عشان تنفعه بعدين، او في واحد تاني انجازه ان هو يجيب موبايل جديد او هدوم جديده. وكل واحد على حسب ما يفكر انه عايز يوصل لايه. اللي انا عايز اقوله لك ان لازم تحمد ربنا على اللي في ايدك واللي وصلت له، او حتى اللي لسه ما وصلتلوش. وعلى طول لازم تدعي يا رب حقق لي حلمي ووصلني للي انا عايزه. وصدقني لو عملت الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي حياتك هتتغير 180 درجه. وده اللي عندي اقوله لك النهارده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش ترزع اللايك وتدوس سبسكرايب وتفعل الجرس عشان ما يفوتكش الجديد. ولما تطبق الحاجات اللي قلت لك عليها دي ما تنساش تكتب لي في الكومنتات وصلت لايه في حياتك. اخواتي اشوفكم الفيديو الجاي.